صباح الخير أو مساء الخير أيًا كان هتشوفوا الفيديو فيه، صباحكم زي الفل، نهاركم زي العسل، نهاركم أبيض قشطة، أي حاجة بقى، أي صباح وخلاص، صباح الخير عليكم. قبل ما نبدأ الفيديو عايزين نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتاني حاجة تحطوا الأشياء بتاعتي، وكومنتات بقى عايزة كومنتات كتير، 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 دعواتكم امبارح ما أثّرتش معايا خالص، أنا لسه تعبانة، أرجوكم بقى عايزة دعوات كتير النهارده عشان ربنا كده يكرمني يالّا مستخسرين فيّا ليه كده ليه كده، ليه بس، ليه؟ ده أنا ما باستخسرش فيكم الروتينات. يالّا بقى عايزة لايكات كتير للفيديو ده النهارده، زي ما أنتم شايفين لابسة لكم حتّة حمرا أهو، بُصّوا أنا خسيت جدًا من التعب اللي عندي والله العظيم يعني يا رب، يا رب، يا رب يشفي كل مريض هتقولي لي يا جيجي ما أنتِ والله العظيم أنا ما باحبش القعدة يا جماعة، أنا ما باحبش أقعد، أنا كنت والدة قيصري كده والدة قيصري عارفين، وجيت من المستشفى قُمت غسلت ونشّرت وعملت كل حاجة، أنا باحب أعتمد على نفسي جدًا. طبعًا التليفون عندي فيه حاجة في الإضاءة، ما حدش بقى يعلّق بالله عليكم وسيبوني كده إيه، يعني اجبروا بخاطري، قولوا لي إيه الجمال ده يا بنتي يا جيجي، إيه الحلاوة دي يا بنتي يا جيجي، ونخش في الموضوع على طول. تعالوا بقى كده إيه، نعمل شوية تغيير بسيط خالص في الreception كده، حاجات بسيطة أوي، 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 تدخّلنا سكة تانية، تودّينا في سكة تانية، أنا عايزة أروح في سكة تانية خالص، عايزة أطلع من اللي أنا فيه. أنا ما باحبش أسلِّم نفسي للسرير، ما باحبش أسلِّم نفسي للتعب، حتى والله جوزي وولادي يقولوا لي: "ريّحي يا بنتي، طب ما تعمليش أكل النهارده وإحنا هنجيب أنا أحب أتعب نفسي، أنا أسكت أنا؟ لأ ما اسكتش، أنا بني آدمة غريبة الشكل، غريبة، أنا غريبة، أنا عارفين غريبة الأغنية دي عارفينها؟ أنا ده. طبعًا جِبت أنا المكنسة وقُلت إيه قبل ما أقوم أفرش الكنبة كده عايزة أفرشها كده إيه، معايا كده يعني اسمه إيه، الدفّاية، عايزة أدفّي بقى الشقة، أنا حاسة إن أنا سقعانة، يعني أنا ساعات أقول لهم لأ، أنا حرّانة، وساعات أقول لهم لأ، أنا سقعانة، فتحسّوا إن أنا مش طبيعية، يعني تحسّوا إن أنا إيه، راكبني حاجة كده، فيقعدوا يقولوا لي: "إيه الست دي كل شوية تقول لنا دي سقعانة، لأ دي حرّانة." فالمهم بقى إيه، قُلت تعالي كده نضبّط الكنبة الأول، كان في شوية حاجات واقعة، وباحب أنا أقلب الشالتة كده كل فترة شمالًا ويمينًا، ويمينًا وشمالًا، خلّيكم مكمّلين الفيديو والله هيعجبكم جدًا، خلّيكم بس مركّزين كده وتكتبوا الcomment كده الدعوة، أنا عايزة دعوة عشان أنا يعني طلعت من موضوع دخلت في موضوع، فالحمد لله، الحمد لله يا رب نعمة وفضل من ربنا، افتكروا الرحمة يا بنات، افتكروا الرحمة، وعايزة أقول لكم على حاجة، عايزة أقول لكم على حاجة، بُصّوا طول ما أنتِ بتشتغلي، طول ما هيبقى ليكِ بُصّي أعداء كتير جدًا في الدنيا، سواء قريب أو من بعيد، إيه اللي يخلّيكِ تكمّلي، إن أنتِ ترمي ورا ضهرِك، ترمي ورا ضهرِك، ترمي ورا ضهرِك ولا تشغلي بالِك بأي حد يقول أي حاجة خالص، في ربنا هو اللي شايف، هو اللي مطّلع، ولو كنتِ ظالمة ربنا هو اللي هيجيب حق الناس دي، ولو كنتِ مظلومة ربنا هيجيب لِك حقِّك منّهم، فسيبيها على الله وربنا كريم جدًا، 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 يعني ربنا أكتر واحد أولى بعباده، بيبقى عارف كل حاجة وشايف كل حاجة. فرشتها زي ما أنتم شايفين كده، هتقولي وِحشة، حلوة، أنا فرشتها، أنا فرشتها خلاص، فقُلت أغيّر الmood شوية كده وإيه، وأدفّي الكنبة دي، لإن أنا باحب أقعد في الركنة دي جدًا، يعني من ساعة ما عملت الكنبة دي وأنا باحب أنا أقعد عليها، طول النهار كده تلاقوني قاعدة عليها بعيد عن التلفزيون ودوشة الولاد وقاعدة في الركنة دي. عملتها بالمنظر ده، وبعدين قُلت إيه، طَب الحتّة الفرو اللي أنا عندي دي أعمل بيها إيه، أعمل بيها إيه يا بنتي يا جيجي، تعالي كده إيه نضبّط الدنيا ونحطها بالمنظر ده. ممكن ما تكونش عاجباكم، بس أفرح بيها النهارده بس وبعدين قولوا لي واشيلها على طول، خلاص؟ حطيتها كده زي ما أنتم شايفين بالمنظر الجميل ده، تعالوا بقى نشوف هنكمّل مع بعض نعمل إيه، عايزة رأيكم بقى في الكومنتات، قولوا لي يجوز أو لا يجوز، يعني اكتبوا لي. أنا حطيتها كده بشكل كده كنت جايباها السنة اللي فاتت مع اللي أنتم شُفتوهم في الأنتريه، هنشيل بقى حاجة رُقيّة كده ندخّلها الأوضة، طبعًا راحوا المدرسة وكل واحد بقى حَط هدومه زي ما أنتم شايفين كده، هنلِم بقى كل حاجتنا دي ونلِم جاكيت جوزي دوّة، هو بييجي من برّه يحُط الجاكيت بتاعه على الإيد هنا، فأنا بقيت أعمل زيّهم أنا كمان، يعني أنا كنت امبارح مع ريتاش تحت، فرجعت قلعت أول ما دخلت قلعت الجاكيت حطيته على الإيد، عملتها يعني دولاب، يعني السفرة بتاعتنا بقت دولاب يا جماعة، أكيد كلّكم كده والّا أنا لوحدي؟ المهم بقى نشيل عَجَل الست رُقيّة دي وندخّلها كده في الطُرقة، الحمد لله راحت المدرسة الحمد لله يعني قدرت إن إحنا نودّيها يعني. بُصّوا يا جماعة اليومين دول البنات كلّهم آخدين دور برد، ودور حاجات كده غريبة بتحصل مش عارفة، في حاجات غريبة بتحصل. طيب أنا بقى كنت تعبانة جدًا، جدًا، جدًا فوق ما تتخيّلوا، والحمد لله يعني ربنا أكرمني جدًا، 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 والله بجد ربنا دايمًا كريم ودايمًا بيبقى واقف معايا، دايمًا ربنا بيبقى واقف معايا واقف سَنَد كده ليّا، لإن ربنا بيقول لك اسعى يا عبد وأنا هاسعى معاك، يعني حتّة إن أنتِ تسلّمي نَفْسِك للتعب والمرض دي هتخشي في متاهات تانية، فتقومي كده على طول تستعيذي من الشيطان الرجيم وتقومي قايمة كده شايفة حالِك وكده، وبعد كده ما تضغطيش على نفسِك، خليكِ في شغل خفافي كده، وبعد كده هتلاقي نفسِك كده إيه، فُقتِ كده يعني فُقتِ شوية، على الأقل في الآخر هتريحي شوية، بس هتبقي فُقتِ برضه. هنا بقى لمّعت الترابيزة، وزي ما قُلت لكم أنا مستنية أنزل المنشية عشان خاطر أروح للراجل عشان مش معايا رقم تليفونه خالص، وكذا مرّة أقول في الفيديوهات يا أستاذ أحمد حافظ لو أنت شايفني أرجوك كلمني لو يعني هناك نداء لا تشرب الدواء إنه فيه سمٌ قاتل.
يا أستاذ أحمد حافظ أرجوك لو شُفتني يعني أرجوك تكلمني، لإن ترابيزة السفرة فيها حاجة عايزة تتضبط، فأنا بُصّوا ملصّماها كده لحد ما أستاذ أحمد حافظ نروح له أو بقى يرُد علينا. المهم بقى كده إيه، نضّفت الترابيزة من فوق هنشفّط بقى بالمكنسة كده السجادة من تحت كلّها. تعالوا بس الأول كده إيه، بُصّوا شايفين الباسكت بتاع الكمامة بيطلّعوا هم الكمامة كده برّه، وبعد كده يسلّموها يسلّموها تسليم أهالي، وبعد كده يسيبوا لي الجردل زي ما أنتم شايفين كده بالضبط. إحنا هننضّف بس الدنيا كده تنضيف بسيط خالص، اللي هو التنضيف اليومي بتاعنا اللي إحنا كل يوم بنعمله، مش التنضيف بقى العميق اللي إحنا بقى بنشيل سجاد بقى ونهرِك نفسينا، لأ، إحنا مش محتاجين كل الكلام ده، إحنا إيدينا في البيت على طول دايمًا، فمحتاجين إن إحنا نكون قد المسؤولية ونعمل كده يبقى بيتنا كده ريحته حلوة واللي داخل بيتنا كده إيه، جميل. امبارح شُفت متابعة جميلة جدًا وأنا باعمل نضارة بابا. بابا أرجوك يا بابا، أرجوك اقبل منّي النضارة وكفاية بقى، كفاية بقى عشان أنا اتمرمطت، أنا اتمرمطت يا بابا، يا بابا، يا جماعة قولوا لبابا كفاية عليّا كده. رُحت عملت له نضارة، فلمّا جبتها له ما عجبتهوش، فأنا رُحت رجّعتها تاني، جبت له شامبر تاني ما عجبتهوش، فرُحت تاني ما عجبتهوش، فآخر مرّة قال لي: "بُصّي يا بنتي، يا بنتي، يا بنتي." قُلت له: "أيوه يا بابا، يا بابا، يا بابا." قال لي: "خلاص هاتيها." قُمت مزرّغطة بقى. المهم بقى وأنا باعمل النضارة قابلت متابعة جميلة جدًا، ادعوا لها بالله عليكم إن ربنا يشفيها زي القمر كده وعسولة، وطبعًا عندها العمود الفقري أو حاجة في فقرات الضهر وكده تعباها جدًا، وكانت ماشية كده بنتها ملوكة القمر كانت مسنداها، فبالله عليكم دعوة حلوة كده من قلوبكم إن ربنا يشفيها ويبارك لكم يا رب في صحتكم وفي عافيتكم زي ما بتدعوا للناس، والله العظيم أكيد ربنا يعني هيدّيكم المثل إن شاء الله، لكم بالمثل بإذن الله. اوعي تفكّري أي دعوة بتدّيها لحد ربنا لأ بالعكس بتاخدي زيّها بالضبط. فجبر الخواطر ده بيبقى يعني على الله. طبعًا الناس اللي هتخش بقى يا جيش ده ما كنتم جبرتوا مش عارفة بإيه وجبرتوا ما لكوش فيه، ما لكوش دعوة، أنتم ما لكوش دعوة بأي حاجة، هو ربنا اللي شايف ومُطّلع على كل شيء، ربنا اللي شايف ومُطّلع على كل شيء، وإن كنا إحنا ظلمنا حد ربنا يا رب يعني يظلمنا في حياتنا، وإن كنا ما ظلمناش حد ربنا يا رب يكمّل لنا حياتنا ستر ورضا من عنده بإذن الله. زي ما أنتم شايفين كده زي ما قُلت لكم البني آدم الناجح دايمًا بيبقى ليه أعداء، الأعداء دي أنتِ لو فضلتِ باصة عليهم ومدّياهم أهمية ومدّياهم شكل صدقيني عمرِك ما هتطلعي لقدّام، هتفضلي طول عمرِك تحت لأ، ما تبُصّيش ورا ضهرِك، في ربنا هو اللي بيحاسب الكل، في ربنا هو اللي هيحاسبنا ويحاسبِك وكلّنا هنتحاسبوا، ما فيش حد هيعدّي كده من الحساب يعني، استحالة. فسيبوا ربنا هو اللي مُطّلع على كل شيء، مش إحنا العبد نقعد نحاكم بعض كل واحد فينا يعمل قاضي على التاني ويخش كده يكتب حاجات ما لهاش أي لازمة ولا لهاش أي قيمة، وفي الآخر بتاخدي سيئات عليها لإن أنتِ مش فاهمة حاجة، أنتِ مش فاهمة حاجة، والله ما فاهمة حاجة. هتقولي لي طب ما تفهّميني، هاقول لِك أفهّمِك ليه، هو أنا طلعت اتكلمت عشان أطلع أفهّمِك؟ أنا ما فهمتكيش حاجة عشان أطلع أكلمِك، فاهماني إزاي؟ الحمد لله مستمرين وهنفضل مستمرين بدعواتكم وبحبكم لينا دايمًا معانا بإذن الله. هنا بقى أنا جريت ورا الجزامة كده عشان خاطر إيه، حسيت إن فيها حاجة وراها كده، وفعلًا لقيت شوية حاجات ومحتاجات. كنستها كده بسرعة أهو زي ما أنتم شايفين كده، طبعًا الولاد زي ما قُلت لكم راحوا المدرسة، وأنا قُلت بقى إيه أستنهزها اسمها أستنهزها فرصة، أنتهزها فرصة. أنا الجزامة بُصّوا كان في غلطة في الجزامة اللي أنا جبتها للآخر كده بس هارجّعها تاني. لمّعت الإزاز ولمّعنا الترابيزة وخلّيناها فُلّة شمعة منوّرة. يالّا قومي يا حبيبتي كده ما تكسّليش وقومي شوفي وراكِ إيه بعد ما تنزّلي ولادِك ما تناميش، ما تناميش شايفاكِ يا اللي هتنامي أنتِ يا كسلانة أنتِ، أهو أنتِ هتكسّليني كده. قومي كده على طول كده شوفي بيتِك محتاج إيه وقومي اعمليه على طول مش هياخد بإيديكِ وقت وبعد كده نامي، اعملي أكلِك وبيتِك وحاجتِك وولادِك ييجوا من المدرسة يلاقوا لقمة، مش يفضلوا قاعدين مستنيين كده الأكل ويا عيني عمالين يوحوحوا وأنتِ قاعدة بقى متسلطنة عشان صاحية متأخر، لأ، لأ، absolutely، absolutely يا جماعة. هنا بقى افتكرت إن أنا عندي كان بوكيه ورد كده شكله حلو، فقُلت إيه أشيل بقى الوردتين اليُتامى اللي غلابة دُولة وأحط البوكيه الجميل ده، والله ينوّر المنطقة، صدقوا بقى؟ أهو، نوّر والّا ما نوّرش؟ نوّر والّا ما نوّرش وتعليمين يا بتوع المدارس، اكتبوا لي في الكومنتات. أهو، حطيت الشمعتين بتوعي اللي هُم مش بيولعوا أساسًا دول. ده ضبّطت الدنيا كده زي ما أنتم شايفين وخليتها زي الفل، فُل شمعة منوّرة، جزّاها من جوّه بُصّوا بتُبلُق، بتُبلُق. رجّعت بقى الشمعدانات بتاعتنا دي أهي، طبعًا استنوني، كل مرّة أقول لكم استنوني، استنوني عمّالين تقولوا الست دي هجّاصة، عمّالة تقول استنوا، استنوا، هو أنا خسّيت كده ليه؟ أنا خسّيت جدًا، جدًا يعني فوق ما تتخيّلوا، أنا هدومي بقت تهُر يا جماعة، عارفين بتهُر إزاي؟ ألبس بنطلون ألاقيه بيُقع، آه والله. ألبس جلابية ألاقيها بتخُر فيّا، مش عارفة في إيه، التعب الفترة اللي فاتت اللي شُفته أثّر عليّا. الواحد عايز يرُم عضمه كده ببطاية كده والّا ديك رومي كده والّا حاجة، يعني يرُمّه بإيه طيب؟ حد يعزمني على حلة محشي كده.
المهم بقى إيه، مسكت كده تنيت السجاد بتاعي وهاشيل بقى المشّاية دي أطلّعها برّه وهامسك بقى هنسيّق ونزقطط يا ولاد، هنزقطط دلوقتي، هنلِم بقى الدنيا دي كلّها، مش هاسكت أنا ما تخافوش، هنضّف المكنسة وهناخدها تحت في الحمام وهنضبّط كل حاجة، ما تروحوش في أي حتّة ولا تغيّروا المحطة، خلّيكم مع أم البنات هنا. أي والله. أنا حلمت إن أنا حامل يا ولاد وجِبت بِت تاني، تفتكروا إيه الحلم ده؟ يا حُسّي السوداني يامّا، يا حُسّي السوداني يامّا لو حصل، يا حُسّي السودا. المهم بقى إيه، كنست بالمكنسة كده زي ما أنتم شايفين، ضبّطت الدنيا، طبعًا كُلّه شعر، ما فيش أي حاجة في الشقة غير شعر وشوية تراب بسيط كده. طبعًا شفّطت الأرضية بس هنتني السجادة تاني عشان هنسيّق تحتها، وأخدت من تحت الكنبة كده داير ميدورًا زي ما أنتم شايفين كده، والله فرحانة بالبتاع اللي على الكنبة دي صدّقي والنبي ما تكسروا بخاطري، ما تكسروش بخاطري يا ولاد. قولوا لي حلوة يا بت يا جيجي. أنا عارفة إن في ناس ما بتحبش الفرش على الكنب والحاجات دي، أنا كنت الأول باحطها عارفين إزاي رَنَل كده حاطاه يعني بيدّي شكل بس، لكن أنا قُلت إيه، البت رُقيّة على طول بتقعد هنا تذاكر جنبي على الكنبة، بتبهدل الدنيا، فاحطها كده شوية كده وبعدين نشيلها يعني ما فيهاش حاجة يعني، مش الدنيا هتقوم يعني وكده. المهم بقى هنا بدأت إن أنا إيه، أشفّط الدنيا كده وأضبّط كل حاجة زي ما أنتم شايفين أهو، بالمكنسة كده شفّطت كل حاجة، تعالَ كده المكنسة الرخمة دي اللي باشدّها، كل ما أشدّها الخرطوم يطلع معايا، أنا السبب، أنا السبب في اللي أنا عملته في الخرطوم بتاع المكنسة دي. بُصّوا المكنسة دي اشتكت منّي قسمًا بالله، لو بني آدم كانت قالت لي حرام عليكِ ارحميني ورجّعيني مكاني، يعني أنتِ رجّعيني مكاني عشان أنا يا ولية أنتِ تعبتِ أعصابي. المهم بقى إيه، جيت عند قدّام باب الشقة كده ولمّيت كل الكلام ده كلّه، قُلت له بقى تعالَ كده على جنب أهو، عشان أشفطك بالمكنسة، عشان هنغسل المكنسة مع بعض، هنخش نحمّيها هناخدها حُمّاية، لإن بصراحة يعني خلاص مليانة على الآخر، بتقول لي حتى وهي بتشفط بتصفّر، بتصوّت، آه والله بتعمل بتفضل تصوّت عشان بتقول لي يعني خلاص بقى، خلاص روحي اغسليني، هاغسلِك يا حبيبتي ولا تزعلي. شفّطت الأرض وشفّطت السجّاد بتاعي، بُصّوا السجّاد ده حلو جدًا، جدًا، جدًا في الشتا، هو بس مشكلته يا بنات إن هو بيخُش في الحاجة فيه أنتِ ما تشوفيهاش، بس بتسمعيها في المكنسة بقى، وأنا مزاجي بقى إن أنا وأنا باكنس كده أسمع التكتكة، تك، 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 ما بارتاحش إلا لمّا ما أسمعهاش، يعني خلاص مجرّد أنا ما سمعتهاش يبقى كده خلاص. هنا بقى مسكت الmop بتاعتي كده وجِبت اللي هي الخفيفة شوية، قُلت إيه عشان الدنيا مش مستاهلة يعني. أهم حاجة الحتّة اللي قدّام الباب دي عشان خاطر أنا كابة ديتول في اللي فيها، علشان الحتّة قدّام الباب دي طبعًا هي الهرس كلّه، رجلينا واللي داخل بالشوز بتاعه في الحتّة دي وكده يعني. هتقولي لي يا جيجي خلّيهم يقلعوا الشوزات برّه، لأ بيخافوا تتسرق بصراحة، بيقولوا لي: "لأ بنخاف." المهم كده مسحت الأرضية كلّها بُصّوا بتُبلُق والله يا ولاد بتُبلُق. أسكت أنا؟ لأ ما اسكتش، استنوا بقى. أيوه كده. شاطرة يا بنتي يا جيجي والله، طول عمرِك شاطرة. أيوه كده. نتني بقى السجادة كده ونعمل الحتّة اللي هي إيه، بتبقى باينة، الحاجات اللي هي بتبقى باينة أكتر يعني، وهنيجي كمان من ورا السُفرة ناخدها من هناك لحد الآخر، لإن برضه وراها أهو بُصّوا أنا كنت كانساها هناخد بقى وراها، على فكرة يعني الدنيا تقدري تلفّي حوالين السُفرة وتجري وتلعبي بقى وتلعبي عارفة gym بقى وكده عادي، عادي خالص. أهو سيّقت الأرض وخلّيتها بتُبلُق كده، هنسيب بقى الأرض تنشف خالص، سِبتها تنشف خالص، جيت بقى هنا كمان الرُكنة دي كده الحتّة دي برضه آخُدها معايا، امبارح كنت عاملة الأوضة دي ومخلّياها زي الفُل، وبرضه مغطّياها كده بالcover على الكنب لحد بقى إيه، أمّا أزهق منّه هتلاقيني شيلته على طول، يعني هاطلع لكم في فيديو كده أقول لكم أنا زهقت يا جماعة، شِلت الحاجة عادي. نضّفت الدنيا وكده وتمام التمام، يالّا قومي بقى كده اتشجّعي معايا وخلّيكِ شطورة وحلوة وجدعة. طيب يا جيجي بُصّوا بقى أنا عايزة أقول لكم على حاجة بجد يعني، الست الشاطرة بتغزل زي ما بيقولوا بإيه، لا مؤاخذة يعني، خلّيكِ كده ست شاطرة وخلّيكِ ست واعية وخلّيكِ ست كده يعني اعملي الأكل وأنتِ بتعمليه لولادِك بحُب وبتاع هيطلع معاكِ زي العسل وهيطلع معاكِ جميل، لإن الأكل بيتكلّف وجوزِك بيتعب في شغله عشان يجيب لِك اللقمة تاكليها، مش تعملي الأكل كده باستهتار وتقولي أكلة وخلاص أنا زهقت وبتاع، والله أبدًا صدّقيني، لمّا هتعمليها بحُب هتبقى معاكِ بحُب، يعني اسمعي كلامي، اسمعي كلامي يا أختي. هنا بقى فرشت دي كمان باحطها هناك كده عشان تلِم بقى أي حد دخل بشوز تلِم كل الكركبة دي، وأخدت بقى إيه باسكت بتاعي بتاع الغسيل ده السَبت اللي كنا بندلدله زمان ده فاكرينه؟ حطيته كده في الرُكنة دي كده مع الزرعة لغاية ما هاجيب له بقى إيه استنوني، استنوني أنتِ فاطشة يا بنتي يا جيجو وعمّالة تحكي كلام ما بتنفذيهوش، لأ هانفذه قريب جدًا اصبروا عليَّ، اصبروا عليَّ بس ادّوني فرصة، ادّوني فرصتي كده في الحياة وهتشوفوا. كده خلّصت كل حاجة وهنا بس هاشيل بقى المكنسة عشان آخدها أغسلها، مش هانضّف بقى الخراطيم بتاعتها، أنا هاخد بس الحتة اللي مليانة تراب دي كلّها، هاخدها كده على الحمام. هنا بس حبيت أوريكم الشقة بعد أمّا خلصت كده، بُصّوا راحت زي الفل، تعالوا بقى إيه نرُش معطر الأول،
يا سلام يا بنتي يا جيجي على النضافة، ما أقولكوش يا ولاد، تحسّي كده إن أنتِ بُصّي متعة ما بعدها متعة، دي بقى اللحظة اللي أنا باحبها بقى، دي اللحظة الأخيرة بقى، رش بقى المُعطِّر، مع إن ولادي بيقوموا يصوّتوا منّي: "يا ماما حرام عليكِ إحنا مخنوقين." ما تتخانقوا يا ولاد إيه يعني، أهم حاجة نرُش الشقة، إيه ده، إيه الأم دي؟ المهم كده إيه نضّفت الدنيا ولّعت بقى النور الخَفي ده، عارفينه اللي هو اللون هو ده، هو ده، هو دي اللحظة اللي أنا باستناها، يعني إن أنا أولّع النور ده كده وأقعد على الكنبة دي كده مع نَفْسي بقى، والولاد في المدرسة، يا سلام! دخلت بقى على الحمّام آسفة جدًا للإضاءة طبعًا، لإن لمبة الحمّام اتحرقت، فدي النور اللي هو البيت النور. فقُلت بقى يالّا بينا كده على الحمام على طول، ننضّف بقى المكنسة بتاعتنا عشان إيه، نسيبها تنشف كده، ناخد كيسة كده معانا أيوه، وننزّل كل البلاوي، هننزّل بلاوي، بلاوي يعني، أهو، بقى لها أسبوع بالضبط ما اتنضّفتش والله، بس يالّا جه الأوان إن هي تتنضّف، أهو نزّلت بُصّوا قد إيه شعر شايفين، شايفين يا ولاد؟ هنجيب بقى إيه معايا جايبة بقى أنا ليفة مخصوص للحاجات دي كده، باحطها في جردل كده تحت الحوض لمّا باعوزها باغسل بيها الحاجة تاني، هنجيبها بقى كده ونغسل بيها بقى بُصّوا هننزّل بس الأول التراب منها حتّة، حتّة هنفكها أنا هافكها خالص من بعضها أساسًا، بُصّوا التراب اللي نازل منها هنغسلها بقى غسلة كده معتبرة، يا لهوي، يا لهوي بالي، يا حُسني السوداني ياما، لأ ما حدش يقول لي عليَّ أنتِ لأ دي مكنسة يا جماعة يعني هنعمل إيه، مكنسة بتنزّل تراب، ما إحنا لازم نغسلها وننضّفها. المهم بقى شغّلت الدُش كده وقُلت إيه نشغّل الدُش بدل ما أشغّل الدُش اللي تحت شغّلت الدُش اللي فوق، أنا قال يعني أنا كنت ناقصة برد يعني، ما أنا مناخيري أهو مقفولة أهي، يالّا زي بعضه، المهم بقى نضّفت المكنسة بتاعتي وخليتها زي الفل كده زي ما أنتم شايفين، الأول بس نزّلت التراب كلّه اللي في البانيو عشان خاطر الدنيا تبقى نضيفة، تمام، أهو، يالّا بقى قومي كده، قومي كده ما تكسّليش، قومي ما تكسّليش وما تكسّلنيش معاكِ، أنتِ بتكسّليني، أنتِ بتكسّليني، اكتبي لي كده النهارده عملتِ إيه، عملتِ إيه، روّقتِ وعملتِ إيه في البيت. عارفة لو قلت له هاخش بيتكم نفر، نفر، لكنت دخلت كده وشُفتكم كده وعملت لكم زي قبلة نظيفة كده ودخلت لكم على البيوت كده أنا عارفة اللي هالاقيكم زي الفل والله العظيم، ده بالعكس ده أنا باتعلم منكم، بس أخش عندكم بقى يعني واحدة، واحدة كده يا سلام! تخيّلوا بقى، تخيّلوا بقى أخش كده أقضّي اليوم بس أهم حاجة، أهم حاجة كل واحدة تعمل لي حلة محشي، يعني كُلّه يا جيجي حلة محشي يعني كل واحدة مثلًا صُباع بتنجان، واحدة صُباع محشي لغاية ما نكوّن المجموعة، ويبقى كده إحنا إيه، لإن أنا مش قادرة أعمله والله، نِفْسي فيه ومش قادرة أعمله. زي ما أنتم شايفين كده ضبّطتها وخلّيتها زي الفل، ودي كمان بتنزّل تراب كتير برضه قعدت أعصُر فيها كده لغاية ما المَيّة نطفت معايا، أهو هنفُك بقى دي من بعضها لإن لقيت بعد ما نضّفتها لقيت برضه الشعر جوّه مش عارفة أفُكّها، بس هتتفك، هتتفك، هافضل وراها لحد ما أفُكّها. المهم يا بنات بقى ما تنسوش دعواتكم الجميلة، ويالّا دعوة حلوة بقى من قلوبكم كده، واكتبوا لي كده يا بنتي يا جيجي، شاطرة يا بنتي يا جيجي، وعايزة لايكات كتير للفيديو، وما تقصّروش معايا في اللايكات عشان خاطر اللايكات بتودّي الإشعار لإن ما بيبقاش في إشعارات بتوصل لحد، مجرّد ما أنتِ بتعملي اللايك هو بيوصل للناس، فالناس بتبدأ تخش تشوف الفيديو فربنا كريم إن شاء الله. خلاص كده يا بنات زي ما أنتم شايفين أهو، غسلتها في غسلة بُصّوا ولا كأنها لسه جاية من عند الراجل دلوقتي. هاسيبها بقى تتصفّى خالص في البانيو، وبعد كده باحطها فين، عند البلكونة كده أو في الطرقة تنشف بقى خالص، لازم تنشف خالص، لإن لو غسلتِ بيها يعني لو شفّطتِ بيها دلوقتي التراب كلّه عشان هي مبلولة هيعجِّن جوّه، فما فيش داعي، تستني بقى عليها خالص، هنا بقى مسكت البانيو كده بحبّة كلوريكس ألوان، وقُلت برضه عشان البانيو برضه لو حد جه أخد shower من الشغل والّا جه من المدرسة حَب يخُش والّا حاجة، تبقى الدنيا إيه، فُلّة شمعة منوّرة، دعكته كده دعكة معتبرة، معتبرة. هنا كان جوزي عامل لي أسمنت هنا بين الحوض والبتاع عشان كان في مَيّة بتسرّب، فنزل شوية أسمنت في الحوض فطلّعتهم بالليفة كده، قعدت أدعكها جامد لحد ما طلع معايا. هنا بقى خلاص شطّفت بقى شطّفت شطفت البانيو خلاص، نزّلت بقى كل التراب اللي فيه وكل حاجة عشان أنا حاطة المكنسة زي ما أنتم شايفين على الحوض فوق تنشف كده تنزّل مَيّتها، هارجّعها بقى هنا عشان عايزة بس أشطف الحوض وأكُب مَيّة كده في الأرض بسرعة عشان إيه، الدنيا تبقى نضيفة. سرحتوا أنتم، سرحتوا في المَيّة، أنا عارفاكم بتحبوا المَيّة أنتم بتهيصوا في المَيّة، بتهيصوا في الناس هتخش دلوقتي تقول لي حرام عليكِ أنتِ بتهدّري في طَب أنا بانضّف، أنا مش باهدّر أنا بانضّف والله. أهو، هامسك بقى الحوض بتاعي كده هانضّفه بقى هو كمان بالمرّة، عشان خاطر إيه، مطرح ما نشطّفه الصبح قبل ما ينزلوا المدرسة واللي غسل سنانه يعني وشوية حاجات ومحتاجات، ننضّف حوضنا كده ونكُب شوية مَيّة في الأرض كده بمُعطِّر وخلاص، أنا كنت عاملاه معاكم فمش محتاج يعني تنضيف عميق، هو بس تنضيف كده يومي اللي هو بتاعنا بتاع كل يوم الصبح كده وأنتِ بتعملي الشقة تقومي داخلة على الحمام كده، آخدة الحوض والتويليت معاكِ والبانيو بسرعة كده وأنتِ واقفة، يبقى تملّي معاكِ ليفة في جردل كده تحت الحوض أو جنب الحوض أو أيًا كان بقى أنتِ بتحطيها فين.
وفوطة زي دي، شايفين الفوطة اللي في إيدي دي ما باطلّعهاش من الحمام خالص، ليه يا جيجي؟ عشان أي مَيّة تُقف في الرُكن بتاع الحوض أشيلها بيها عشان ما تعملش ريحة، يعني مثلًا بعد ما بنتوضّى ونخلّص باخُش ألاقي شوية مَيّة كده، بُصّوا الدنيا راحت فُلّة شمعة منوّرة وعملت الأرضية ودعكتها وفُلّة شمعة، شمعة منوّرة. كده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب ما تنسونيش باللايك والكومنت الحلو، أشوفكم على خير، مع السلامة.